يلا بالتيك توك، وفجأة عبر علي يبث الواحد يصرخ ويقول اللي يحب الحسين عليه السلام يحط لنا لايك راح يضمن الجنة وشفاعة. عبرت لي هيك ناس كلش طبيعي اشوفهم بالتيك توك، هو اصلا متروس مجادلي. التيك توك حرفيا عبارة عن تقاطع عراقي مصغر وحاطينه، وكل شوي واحد دق عليك الجمل من اسد الله يا محسنين. اسد واحد ما راح يأثر، اذا تحب الله طيني اسد. بس رجعت للبث صفنت، هذا وين شايفه؟ لحظة، هذا مو نفسه اللي كان يمسح بعرق رقبته ويعطيه للناس على انه هو بركات لو مشتبه. ذكرت انه هذا الشيخ ومعتني المنبر باكثر من مناسبة، فقلت خلي اشوف ايش دا يحكي. بالله وين اكو شيء اغرب من هذا الشيخ وفاتح بث بالتيك توك. يلا المليون الثالث للامام الحسين بعد ما صار بديت ازعل انا. ابو علي لازم بظرف 5 دقائق يصعد مليون. بالله معقولة بعدنا 2,300,000. وين 3 مليون إكراما لبطل كربلاء غريب الغرباء أبو علي؟ وينه؟ معقولة بعدنا مليونين؟ لا شلون؟ لازم تستغل أكثر. يا مولاي يا محسن الشهيد، افرح يا عمري أنت، مو بس 5 مليون وزاد مليون إكراما لعيونك حتى تعرف بأنه إلك أحفاد. حط لي لك الطب للجنة وتضمن شفاعة. قلت وات ذا فك ايش هالخرط بالله؟ معقولة اكو بشر يوصل لهالمرحلة من الاستخفاف بدرجته العلمية وشهادته لحتى يجيب كم دولار؟ لعبة روحي قضيتها في بستوري على الانستا. كان مضمون الستوري انه اليوم صارت واحدة من اهم السبل لحتى تثبت بها عقيدتك وتمسكك بها بالسوشيال ميديا هو انه تدز وردة، كلب، اسد، حوت، الشيخ محمد شرارة حتى تعجل ظهور المهدي عليه السلام، او تقعد تسب باقي المذاهب وتجرد نفسك من اخلاق عقيدتك وتنزل دوسه ونص باقي الاديان. الك اولاد يا مولاي المحسن واحفاد ما قبلوا انه يمر اسمك مرور الكرام فدعموك وسووا 6 مليون اكراما لعيونك. يا عيوني انت. وانا هنا خربت من الضحك، طقت روحي من الضحك. يقول وصلنا 6 مليون لايك اكراما لبطل كربلاء. القضيه وين؟ الاخلاق وين لك؟ والله كفرتني. بقى بس تقول اللي ما يحط لايك خليه يروح يشوف امه شو مسويه عشاء وخلاص. ها هي حاليا من بعد ايش بقيت لي المجاديه. ربع سائل يسال يقول زين محمد شراره من وليش التشهد وياه بالضبط؟ وانا هنا حتى اقول لك محمد شراره مطرب شعبي ما ادري عراقي او لبناني، المهم كان يجر مواويل بالقنوات وفجاه لبس العمامه بلبنان واحذر شنو صار. حرفيا ضحكوا عليه. المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان نزع العمامه من محمد يحيى شراره بكونه منتحل لصفه الشيخ ورجل الدين، ودا يركضون ورا بالقانون وبالمحاكم كونه كذب عليهم وما له اي علاقه بالدين لا من قريب ولا من بعيد، وما تابع لاي مدرسه دينيه ولا حوزه، ومشتري العمامه من السوق وقاضيها يضحك على الواد تعالوا سمعوا لي انا شيخ. ونتيجه اللي تمضرط مالته دا يلحقوه حاليا بلبنان، واحذر من اللي اصدر بحق هذا القرار. الشيخ عبد الحليم شراره ابن عمه او اخوه ما ادري، المهم واحد من عائلته ودا يركض وراه لعد ايش قد غثيث هذا الرجل. بس تخيلوا وياي محمد شراره قد ما غثيث جاي يركضون وراه بلبنان وقرايبه جاي يركضون وراه، واحنا هنا بالعراق مقدسينه ومسوينه خط احمر واللي يحكي عليه يتكنسل بالله. وهذه وثيقه موقعه ومثبته قدامكم من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان. واضيف لك عليه هاي بصمه لواحد من وجهاء لبنان والشيوخ مال لبنان متفاجئين شلون محمد شراره ده يقدر يخطب بالعراق. صحيح هذا شخص دجال وغير معترف فيه حتى في الحوزة العلمية وحتى على المنابر. للأسف العراق اللي أنا شخصيا أتهيب أن أقرأ في العراق أن يذهب شخص ومطرود من لبنان ويخطب في أهل العراق. هذه مفارقة عجيبة والله. محمد شرارة شغله انه ينصب على العالم ويكذب عليهم ويختلق احاديث لحتى يكسب عاطفة الناس ويكسب محبتهم وتعلقهم به، بس لحتى تزيد بهن منابره اللي ياخذ بهن على الليلة الوحدة 10 اوراق، يعني $1000. اكو انقص من هيك التجارة بالحسين بعد؟ وادري اكو كم شخص متعلقهم بمحمد شرارة وعاطفتهم به راح يكذبوني ويقولوا لي كلامك الا من كتب الشيعة. زين اخذ هاي المحاضرة اسمعها. لذلك الامام لولا خوفنا على شيعتنا من الموت لروينا لهم ما جرى في كربلاء. حتى هذا ضعفوا هذا الحديث، قال لا ماكو يجي حديث. هذا القول اللي نسبوه امثاله للامام محمد الباقر عليه السلام مو حديث ضعيف، لا اصلا الحديث ما موجود بالله. هذا النوع من الاحاديث يسموه حديث موضوع، يعني حديث يختلقه محمد شرارة لغايه محدده. الغايه من نقل هيك حديث هو كسب العاطفه. وهو اللوتي يعرف شلون يختت كذبته تحت الوتر الحساس انه واللي هي معركه الطف، يكذب عنها بعاطفه لحتى ما حد يقدر يقول له انت دا تكذب. واتحداك تجيب لي الحديث هذا من كتب الشيعه كلها من ساسها الراس، حرفيا قلبت الدنيا على اليوم اللي لقيته. وهذا الحديث بس شيء بسيط لحتى اثبت لك انه هو يكذب وبدون بحث عميق. لو ابحث له بعمق واقعد له ركبه ونص والعباس الا طلع لك المحاضرات كذب بكذب، من غير انه الشيوخ والوجهاء الشيعه قاموا يراقبون تحركاته بالعراق على المجالس ويلغوهن. وابسط مثال عندك هيئه الامام الصادق عليه السلام بميسان. هيئه الامام الصادق عليه
السلام لغت المجلس مالته بعد ما وصل احد الشباب كذب محمد شرارة وحقيقته الهم. لهذا من اقول لك محمد شرارة مو شيخ وكذاب وانطرد من العراق ونزعوا زي ديني بلبنان، انا ما دا اكذب عليه، ولا هذن يسووهن الا بدون سبب، سببهن واضح واللي هو انه محمد شرارة بكل بساطة كذاب. الدين دا ينجر ورا استنقاصات واضحة وصريحة من ناس مفروض انه هم محسوبين على هذا الدين. استنقاص من القضايا الدينية اللي تخص هذه المذاهب استنقاص واضح وصريح، ودا يحصل لك قضية واسم آل البيت بلايك لو اسد على التيك توك. صدق كذب شيخ. زين شيخنا ما تصعد جولة رسمية ويا حس حس الظهور يتعجل اكثر. بعد ما نشرت هالتعليق جتني هواية ردود ايجابية من الناس يشوفون تفكيره خطأ وخطر على الناس اللي دا يحكي لهم، بس بنفس الوقت حصلت كم تعليق سلبي يقول ان الشيخ محمد شرارة يريد يبني منبر حسيني على التيك توك ودا يجدي حتى يجمع فلوس للمنبر. وياك ما عندي مشكلة، جدي خلي جدي، ما عندي اي مشكله. اوكي انا عندي مشكله بس اريد يهين كلامته خليه يهين، انا شو اللي دخل. مشكلته وياه انه لازم يحشي ويقول هاي 6 مليون لايك لحتى نبني منبر بالتيك توك، مو 6 مليون لايك اكراما لبطل كربلاء، 7 مليون لايك حتى الحسين عليه السلام يعرف عده احفاد بالتيك توك. صدق كذب شيخ؟ شنو احفاد الحسين صاروا مقتصرين اذا داخلين بالبث مالتك او لا؟ يعني مو صدق لعبه نفسي ده يستغل كل ما يمكن استغلاله من القضيه لحتى يجمع جدوى مالته. ثاني يوم طبيت لي التيك توك الساعه 2 بالليل والقى بوجهي خرب اكي، ادري شين سكران التي ابو ملهي ولك واحد يفتح بث بالثنتين بالليل. فتت للبث ويا ريتني لو ما فايت اسمعه يصيح تعال مباهله لنبتهل امام الله وليسقط الله عذابه على الكاذبين. لك انا صافر ايش بهذا ايش سويت له؟ لك منين يطفى واحد يطفيه؟ لك عمي بالغلط، لك والله بالغلط، مو قصدي احكي عليك، امسحها بوجهي بس اسكت كافي. ونطلع انا وانتم مباهله قدام الناس ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين، وانا مستعد ان ينزل علي العذاب واموت، ولكن بشرط انتم هم تقسمون نفس القسم ونتباهل ونرى لعنة الله تبارك وتعالى على من ستنزل. إذا تتجرؤوا تعالوا سووا فيديو قولوا مستعدين للمباهلة. قناة شيخ محمد تجيب الفساد، قناة شيخ محمد تتكلم عن آل محمد. في وقت الآن على تيك توك موجود تعري وشواذ ومثلية تركت المثلية الموجودة بمنطقتك يا يوتيوبر فاشل. تتكلم عن شيخ محمد بدل ما تقول شيخ محمد جاي يرجع ذولا الشذوذ يهذبهم يأدبهم يرجعهم لعقلهم، لا رحت نصرت الشذوذ على شيخ محمد. يا أخي ما أعظم عقلك إذا كان موجود. محمد شرارة جاب لك المغالطات كلها مطبيهن واحدة واحدة. الله هاي مغالطة ماذا عن؟ يلا خلا طبيه وطب لك بيه طب بأمه. هنا محمد شرارة استخدم مغالطة ماذا عن. شلون يعني ماذا عن؟ انا اقول لك، تخيل قاعد احكي لك على مشاكل غسل الشرف بالعراق وانت تقول لي ها مو دجله جف ما بي مي، تصفن وتقول شعلي جفاف دجله مشاكل غسل الشرف، شنو الشرف قاموا يغسلون مي دجله؟ وبالضبط هنا الفكره ماكو ربط بين الموضوعين. انا احكي عن استغلال الدين والاستنقاص من يمه على مود جدوى 1000 أو 2000 دولار، هو يقول لي انت عفت الشذوذ وانت نصرت الشذوذ على شيخ محمد، هاي شنو دخل بهاي لا تكفرنا. هو يقول عفت الشذوذ وتعري منتشر بهذا البرنامج وجيت ركضت ورا الشيخ محمد اللي دا يحاول يرجعهم لمكانهم الصحيح. شنو مكانهم الصحيح؟ يقعدون يدزوا لك اسود نصرة للاسلام لو على مود يضمنون الجنه. بالله انت صدق تحكي؟ قضيتها تصيح تعال مباهله وانت تدعم الشذوذ، ما عندك عقل يا يوتيوبر فاشل. وراها قال هذا ردي بكل احترام، لا الله عليك شيخ خاف قصرت باحترامك. هذا ما عندي بكل ادب واحترام. اذا باحترامه هيك ترد، بدون احترام شو تسوي؟ تجيني البيت لو تسبني لو تقتلني لو تعضني. هو حرفيا بس عض بقيت ما عضيتني. جردتني من عقلي، جردتني من اخلاقي، والمجرد قلت انك دا تسوي شيء غلط سويتني شاذ وانصر الشذوذ. زين انت مو لابس عمامه لو هذا مقلب، اللي يلبس العمامه غير كون عنده اخلاق، لو يطلع بث على التيك توك يتهم ويلفق على العالم اشياء خطا ويقول لهم انتم شواذ وهو ما شايف منهم شيء. حرفيا هسه بس نفسي اعرف يمتى حكيت عن الشذوذ بالستوري. يا اخي طلعت حكيت لك نقطه اثبت لي عكسها، اثبت لي انا غلطان. قلت لي يوتيوبر فاشل وبعدين شنو راح اتحسس لو قعد بالبيت ابكي لك شيخ محمد قال علي يوتيوبر فاشل وشاذب. الله بغض النظر عن كل الافكار الخاطئه اللي يطرحها بالبثوث او بقناته على اليوتيوب، فتت قناه اليوتيوب والواضح انه بعده يصعد منابر وعلى الليله الوحده يستلم 10 ورقات. قدرني يعني اللي هو يتصل يقول لي انا مسوي كذا وكذا وترتيبي كذا. يعني هسه انا عندي مثلا هنا المجالس انا يعني احسب له على الليله 10 ورق، ليش؟ لان انا جاي احرق روحي. ما تكفيك ال10 ورقات لحتى تروح تستغل اسم المذهب وقضيته وتجدي كم لايك على مود كم فلس بالتيك توك؟ انت بلسانك دا تقول انا اخذ 10 ورقات لان حارق روحي ومتعب نفسي، وانت حرفيا دا تستغل القضيه لاجل الفلوس مو لاجل كونها قضيه او اجل اقتناعك بيها. وما اريد ادخل بالتفاصيل واشوفكم الباقي عندي عنه لان كلها اشياء شخصيه تخصه واني مو من هذا النوع، ومشكلته انه ما دا يستوعب اني دا اشوف اكو كم خطا ضروري يصلحه وما عندي اي مشكله شخصيه وياه. وبالنهايه ضروري انتم كمتابعين من تشوفون اي مشهور ينشر اي شيء يخص دين او معتقد او شيء مؤثر تروحون تبحثون عنه وتتاكدون منه، مو تتبع كلام المشهور بس لانه مشهور وتصير قطيع. ابسط مثال يوتيوبر عنده 11 مليون ودا يجيب لك حديث مختلف عليه وفوقه يقص من يمه اللي يريده ويستعمله ويسوي لك طن حلقات بس لحتى يثبت فد وجهه نظره تخص. فانت من تسمع ايش معلومه لازم تعرضها على عقلك وتشوفها اذا طابق المنطق لو لا، لان العقل هو المرجع الاول للانسان. وبعدها تروح تتاكد من المعلومه وتبحث عن مصادرها لحتى
حتى تتاكد اذا كانت صحيحه ام غلط حتى تقدر تستعملها، واذا كانت المعلومه هذه مو منطقيه حارب المحتوى اللي ينشر هاي المعلومه ببلوك او غير مهتم او بلاغ، ولا تساهم بانتشار. خصوصا ربع التيك توك، اكو شيخ جديد يريد يفتح دوره حوزه بالتيك توك ما ادري شو يعلم الوادم بيه. درسنا لليوم شلون تجدي اسد من متابعين حتى تنصر الدين. اتاكد من وضعه وفسخه لكم على الستوري، رابط الحساب بالوصف. وبالمناسبه راح اسوي دعم للمشاريع الجديده والشابه والراقيه بشكل مجاني بحساب الانستا يومين بالشهر، وراح احدد اليومين من كل شهر بحساب الانستا، فتابع الحساب هناك. وكافي لك دز لي اسد حتى انزل مقطع جديد. ايش فيك؟ سدى